لو احنا اشتغلنا الجزء ده بالعكس عكاز، هتيجي تشدي هتلاقيها فلتة منك ومش جامدة. فالجزء ده لازم نشتغله ضروري ضروري بطريقة العقدة. انا اشتغلت كل الجسم بطريقة العكس عكاز، لكن لما جيت هنا لازم نشتغل الجزء ده بطريقة العقدة. طبعا لو انت تاني لو عايز تشتغلي من البداية خالص بطريقة العقدة مفيش اي مشكلة. انا بحب طريقة العكس عكاز وبشتغلها وبتبقى الشغل متماسك. لكن في آم، مراحل او غرز لازم نشتغل فيها عكس عكاز، لازم نشتغل فيها بنظام العقدة، والجزء ده لازم نشتغل فيه بنظام العقدة. بصوا انا سايباه وهو مش فكش، لكن لو انا شغالة عكس عكاز اول ما ارفع ايدي هتلاقي الغرز او الخرز بعد عن بعضه، فلما اجي اشد تاني مش هيبقى محكم قوي، وحاجة ادخل هنا مش هقدر احكمها قوي وهتبقى سايبة ومش مظبوطة. لكن هنا بطريقة العقدة بتحكمها لي وبتخليها لي محكمة.